ينبغي أن يحرص الواحد على نفع الآخرين بقدر المستطاع. إذا لم يستطع نفعهم بالمال نفعهم بإحسان الخلق، باللطف معهم. يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. احرص على التوادد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ألا أدلكم، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم، يعني سلم على من عرفت ومن لم تعرف. ومن علامات الساعة أن يقل إلقاء تحية السلام إلا فيما بين المعارف، لا يسلم الواحد إلا على من يعرفه، وإذا مر بمن لا يعرفه لا يفكر ولا يقول السلام عليكم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج من بيته ثم يسير في السوق يسلم على هذا وعلى هذا إلى آخر ثم يعود. فقال له أصحابه: نراك تخرج للسوق ولا تشتري شيئا. فقال: إني أخرج لأسلم على الناس. يريد أن يحيي هذه الكلمة. في آخر الزمان من علامات الساعة أن يقل السلام. النبي أخبر أن إفشاء السلام من أسباب المحبة، والناس إذا صار بينهم توادد ومحبة حصل منهم تعاون على الخير. فينبغي للمسلم أن يكون مهتما بمثل هذه الجوانب.